شخصا ولا نصا وتنسى. أمشي على هدي البصيرة، ربما أعطي الحكاية سيرة شخصية. ويخزن دمهم بأوان من عهد الرومان بقية. يسألني من أنت ومن أين أتيت ولأين وكم أنتم في البيت؟ ماذا تفعل في الحمام وماذا تشرب حين تنام؟ هل لا زلت تمارس أضغاث الأحلام؟ لما تحلم مع أن الأحلام حرام؟ تحكي لك أمك قصة؟ ما تلك القصة يا هذا؟ احكي لي ما تلك القصة؟ ما اسم هواء نوافذكم؟ ما لون سطوح منازلكم؟ ما سر بطعم رغيف الخبز الآتي من قطرة دمكم؟ من ذاك العصفور الشاد بالفرح على زهر الليمون؟ والغيم المثقل بالأمطار لماذا يمطر كالمجنون؟ للقضية الثقافية الوطنية وللفعاليات مهرجان آثار الأرض والوطن. كانت فترة مغزولة بأجمل الأمسيات، مهرجان ذاكرة لا تصلح للنسيان، ومهرجان تأريخ الذاكرة الفلسطينية بلسان عيون الأجداد، قمر على باب الشام وسحماتة والقرى المهجرة. ولم نجد أرقى من أمسية تحمل اسم عاشق فلسطين لتكون تتويجا لهذا الربيع وليعانق بذلك نيسان آذار. في ديوانه لا تعتذر عما فعلت يقول شاعر فلسطين محمود درويش: تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة تنسى، كحب عابر وكوردة في الليل تنسى. أنا للطريق، هناك من سبقت خطاه خطاي.